سحلية بتطير برجليها زي ما سمعت كده من 242 مليون سنة كان عايش حاجة اسمها شاروفيبتريكس، السحلية الطائرة الغامضة الغريبة. هتقولي ليه؟ معلش غامضة وغريبة، ما عادي السحلية بتطير مش آخر الدنيا يعني. هقولك الموضوع غريب وغامض عشان حاجتين. أول حاجة احنا ما لقيناهاش غير حفرية واحدة بس سنة 1965 اللي عرفنا منها إن هي انقرضت من 225 مليون سنة في حادث الانقراض الجماعي اللي كان في أواخر عصر الترياسك، اللي بعديه اتفتح الباب للديناصورات إنها تزدهر. تاني حاجة غريبة فيه إن أنت لو بصيت للصورة بتاعته هتلاقي إن جناحاته في رجليه، يعني مش في ايديه كان بيستخدمها للتوجيه فقط اثناء الطيران. هتقولي ايه ده؟ صحيح ده فعلا ده بيطير برجليه. قولي لي معلومات اكتر عنه. والله احنا كل اللي نعرفه ان طولها كان بيوصل ل 20 سم، وزنها كان 7.5 جرام حاجه كده، خف الريش عشان تساعدها ان هي تطير. اكتر من كده ما عندناش اي معلومات، لان زي ما قلت لك احنا ما لقيناش غير حفريه واحده بس. كل اللي اقدر اقوله لك ان من انقراض هذا الكائن تقريبا قد كده تقريبا ابتدت الديناصورات ان هي تنمو وتزدهر وتحكم الكوكب. هل ممكن في يوم من الايام نعرف معلومات اكتر عن السحليه دي ونكتشف مثلا اللي كانت واقفه حاله ديناصورات؟